الساعة دلوقتي 7:22 الصبح، منبهك المفروض يرن 7:30. في اللحظة دي عقلك مش بيفكر في الشغل ولا في المذاكرة ولا في المواعيد، عقلك بياخد قرار مصيري ويبتسم ابتسامة شريرة ويقول لنفسه أنا هنام أحلى 8 دقايق في حياتي. وفعلا بتغمض عينك وتصحى 7:30 بالثانية، بس بتصحى فايق مبسوط وحاسس بانتصار كأنك كسبت $1,000,000 في مسابقة. السؤال هنا اشمعنى ال8 دقايق دول بالذات اللي نمتهم وانت قلقان ومستني المنبه طلعوا أحلى من ال7 ساعات اللي نمتهم بالليل؟ ازاي شوية دقايق معدودة غيروا كيمياء مخك وخلوك صاحي رايق؟ النهاردة احنا جايين نفك شفرة أعظم جريمة سرقة وقت بنعملها كل يوم. جهز قهوتك ويلا بينا. عشان نفهم العظمة اللي حصلت معاك الصبح لازم نفهم إن عقلنا البشري طفل صغير بيموت في الممنوع. لما بتصحى 7:22 وتقرر تنام ل7:30، عقلك ما بيترجمش ال8 دقايق دول على إنهم وقت نوم، بيترجمهم على إنهم مكافأة. في علم النفس الإحساس بالسيطرة هو أقوى مسكن للقلق. أنت طول اليوم مجبر تصحى بمواعيد وتشتغل بمواعيد، بس ال8 دقايق دول ملكك، أنت اللي قررت تسرقهم من النظام والروتين، والنتيجة مخك بيفرز شحنة دوبامين محترمة، هرمون المكافأة والانتصار. أنت صحيت مبسوط مش لأن جسمك ارتاح، أنت صحيت مبسوط لأنك حاسس إنك ضحكت على السيستم. طيب ده التفسير النفسي. فين بقى التفسير العلمي؟ جسمنا بيمشي بحاجة اسمها دورات النوم. الدورة الواحدة مدتها حوالي 90 دقيقة وبتنتهي بالنوم الخفيف. لما انت صحيت لوحدك الساعة 7:22 ده معناه ان جسمك كان كمل دورته الأخيرة وصحي في مرحلة النوم الخفيف بشكل طبيعي جدا. في الحالة دي هرمون الكورتيزول بدأ يعلى في جسمك بالتدريج، وال8 دقايق اللي انت نمتهم بعد كده ما كانوش نوم حقيقي، كانوا حالة من الاسترخاء العميق. عارف ده معناه ايه؟ معناه انك تجنبت الوحش المرعب اللي بيقضي على يومك، ظاهرة اسمها سليب انيرشيا او الكسور الذاتي للنوم. المنبه لما بيرن وانت في نوم عميق بيعمل صدمة ادرينالين لمخك وبيصحيك غصب عنك، فتفضل اول ساعتين في يومك مقريف ومصدع وعايز تتخانق مع دبان وشك. بس ال8 دقايق بتوع الصبح كانوا ممر هبوط آمن وناعم جدا لمخك. بس خلي بالك، مش معنى كلامي انك تظبط المنبه وتعمل سنوز او غفة كل شوية. هنا بقى بيبقى الفخ اللي بيقع فيه ملايين البشر وانا منهم. في فرق ضخم جدا بين انك تصحى لوحدك قبل المنبه ب8 دقايق فتنامهم بروقان، وبين ان المنبه يرن الساعة 7:30 فتفصله وتقول مش هيجرى حاجة لو نمت كمان 10 دقايق. العلماء بيقولوا انك لما بتدوس على زرار سنوز مخك بيبدأ دورة نوم جديدة تماما من الصفر، وبما ان ال10 دقايق دول مش كفاية يكملوا الدورة فلما المنبه بيرن تاني بيقطعك في وسط النوم العميق. عشان كده الناس اللي بتعمل غفوة 4 أو 5 مرات ورا بعض بيصحوا تعبانين وجسمهم مكسر أكتر من الناس اللي ناموا 4 ساعات بس. في الحالة دي انت بتبقى بتعذب مخك، بتنزله لسابع نومة وتشده لفوق في دقيقة. الزتونة يا صاحبي ان ال8 دقايق بتوع النهاردة كانوا أحلى دقايق في حياتك، والكلام ده ل3 أسباب: إنك أنت اللي كنت مسيطر ومش مجبر، وإنك صحيت في مرحلة نوم خفيف طبيعي جدا، والأهم الإيحاء الإيجابي، جملتك لنفسك إنك هتنام أحلى 8 دقايق في حياتك. الجملة دي هيأت عقلك الباطن للاسترخاء التام. وعشان تعرف تكرر السحر ده كل يوم احترم ساعتك البيولوجية، ثبت ميعاد نومك عشان جسمك يصحى لوحده قبل المنبه بدقايق، وأول ما تصحى قبل المنبه ما تقومش مخضوض، استمتع بالوقت المسروق. قول لي بقى في التعليقات ايه أطول مدة سنوز عملتها في حياتك ودمرت يومك ولا صحيت فايق. وفي الآخر لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة، ونشوفكم في حلقات جاية.